نكن حذرين ومن هذه المكايد الشيطانية، ونكن على يد واحدة على جماعة المسلمين على السمع والطاعة، وأن نحذر مما يروجه ممن يدعي التطبيع وأنه ضد التطبيع. والحقيقة أنهم لا يقصدون التطبيع أو إسقاط التطبيع، إنما قصد هؤلاء الجماعات، جماعة العدل والإحسان وغيرهم، هو الوصول إلى الحكم والوصول إلى السلطة العليا لتكون لهم القيادة حتى يفسدوا الناس وحتى يفسدوا عقائد الناس. هذا هو هدفهم كما صرح به قائدهم وقاداتهم. نحن حينما نقول بأن تصورنا يعارض ويرفض الملك الوراثي فنحن واضحين في موقفنا، يعني ضد النظام الملكي. الملك الوراثي بالنسبة لنا لا يمكن أن يكون مدخلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله عز وجل أن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.